لا تمام، عالي شوية بس هاخد نقط تظبطه. هروح اجيب لك النقط. لا مش دلوقتي، روح اطلع انت نام عشان بكرة وراك شغل. طب ما انت كمان بتصحي بدري والولاد ومحتاجة ترتاحي. حاسة ان انا مخنوقة وعايزة اقعد لوحدي. يا سارة، احنا مش أول مرة نتعرض للكلام ده احنا جدتنا حست. المهم إن الولد كويس. الحمد لله. طب أنا مش عايز أطلع وأسيبك بالمنظر ده. مش فارقة، روح انت ارتاح. أرتاح إزاي وأنا شايفك كده؟ شايفني ازاي يعني؟ بقول لك انا مخنوقة شوية يا اخي وعايزة اقعد لوحدي، فيها حاجة دي؟ إيه ده؟ إيه الطريقة اللي بتكلميني بيها دي؟ مش عاجباك طريقتي دلوقتي؟ خلاص ما بقاش فيا حاجة عاجباك؟ ده كده في حاجة بقى. لا انا فيا حاجات ومعبية اكتر. انا قلبي اتملى على الاخر وما بقاش قادر يستحمل ويشيل. انت لو شلت ربع اللي انا شايلاه اكيد هتطق وتنفجر في وش اي حد. يا سارة، ما أنا كمان متمرمط في الشغل عشان أقدر أدفع المدارس والأقساط والعلاج. كل واحد بيقوم بدوره. انت عارف انا لو شفت تامر جراله حاجة أو لما يقع ولا نفسيته بتبوظ لما اصحابه بيتريقوا عليه بحس بايه؟ بحس ان انا بكره نفسي، ببقى عايزه اخنق روحي عشان انا السبب في ده. انا اللي جبت له المرض، انا اللي اديته له. ما كانش ينفع اتجوز ولا اخلف ولا. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ حرام عليكي. ما هي دي الحقيقه. احساس بالذنب بيزيد عندي كل يوم وبيتلف حوالين رقبته وبيصحيني من احلى نوم. نظره عينيه المكسوره قدام صحابه، كتر الحاجج اللي انا بقولها لعيلتي ولعيلتك لما حد بيعزمنا على افطار في رمضان وان احنا نبات عندهم او اي مناسبه. حبيبتي، ما هو أنت اللي قررتي إن محدش يعرف. ما ينفعش، مش هستحمل كسرته قدام ولاد اختك ولا ولاد اي حد من العيله. اديك شفت اللي حصل له في المدرسه لما اضطرينا ان احنا نقول ابنك لما بيتزنق بيعملها على نفسه، ما يقدرش يمسك نفسه. فهمت بقى انا ليه خبيت مرضه؟ فهمت يا حلا؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 149 جنيه و99 قرش.